فتره امتحانات هذه وولادك ما كيبغيوش يقراو ما كيبغيوش يحفظوا بالمره وخرجوا على السيطره وما بقاوش تحت يديك بالمره وعارفك خايفه عليهم انهم يدوبلوا السنه الدراسيه ويدوبلوا العام. هادشي علاش كنقدم لك هاد النصائح الاستعجاليه في الدقيقه 95. نتمنى انك تكملي معايا الفيديو حتى النهايه. ومعاك عبد المغيث اللي كتقدم لك مجموعه ديال المعلومات والنصائح والاسرار في التربيه ديال ولادك وديال راجلك وكذلك ديال دارك. ودائما كنقول لك انت في مملكتك، خاصك تفرضي كلمتك وتفرضي راسك وتكون عندك كلمه مع مول الدار وتكون عندك كلمه كذلك حتى مع وليداتك وما تخليهمش يمشيو للهاويه، خاصه انك انت اللي مسؤوله عليهم. وهاد الفتره فتره صعيبه، حاولي انك ديكلونشاي وتبعدي من الوسط العائلي ديالك، سواء خوتك سواء امك سواء باك سواء نسي عليا العائله وركزي ليا مع وليداتك لانهم مسؤوليه في العاتق ديالك. هما ما عارفينش المصلحه ديالهم، اكيد غادي يعاندوا معاك، اكيد غادي يقولوا لك لا، ويقدروا كاع انهم يخرجوا في قفاص، ولكن الا كنتي قويه غادي يجيو حتى لواحد الحد وغادي يحبسوك وغادي يعرفوك انك باغا المصلحه ديالهم. اول شيء النوم والكسل احلى من العسل، حيديها. ديك القضيه ديال حكا نصبح ناعس حكا نصبح عيان، كيف ما قلت لكم بالنسبه للشقه ديالكم، ديك القضيه ديال حكا راني نزيد غير واحد النعسه غير شويه، مازال باقي الصيف كامل. قولي لولدك هكا باقي الصيف كامل ديال ما تنعس. هاد البيريود عندك فتره ضغط، هاد البيريود عندك فتره اللي خاصك تجمع راسك فيها واللي خاصك تكون منقود فيها، والا مستقبلك غادي يضيع ما بين يديك كامل. هذه من جهه. وليداتنا ما عندهمش نهائيا القدره انهم يفهموا الكلام ديالنا ويربطوا الوقائع في دماغهم، غير اللعب وفي دماغهم غير راحه. ولكن خاصه فتره المراهقه الا غفلتي هاك وهاك كتلقاي راسك راه غرق وديال زقل بزاف ديال الحوايج. هادشي علاش نحاولوا نكونوا طاقه ايجابيه للوليدات ديالنا، نصاحبوا وليداتنا، نسمعوا لوليداتنا، نعرفوا اشنو كيدور في بال وليداتنا وشنو دار وليداتنا حتى من الانتوراج الدراسي ديالهم، وكذلك المعاناه اللي كيعانيو، خاصه الا كان من النوع اللي كتوم اولا ما كيهضرش غادي يطلب منك واحد المجهود اكثر. هذه من جهه، ومجهود اللي متعب. حاولي انك تكوني صاحبته، تكوني الصديقه ديالو. البيضه مشات هوا مغيت، البيضه مشات، دايره لهم البيض بالخليه كيطيب فيهم تيطيب فيه سي عبد المغيث. هذه من جهه. من جهه اخرى المكان اللي كتكون فيه الحفاظه دائما يكون نقي، ما كاينش العشوائيه في المكان اللي تيحفظ فيه. ما كاينش شي حاجه سميتها الحفاظه في السرير، ما كاينش شي حاجه ديال حكا راني باك كنحفظ في الناموسيه، لدرجه انني انا شخصيا عانيت من هذا المشكل. وليت كنقول لولدي نهار اللي غادي تكمل قرايتك غادي نهز هاد السداري، قسما بالله العظيم ولدي حتى غادي نلوحو على برا ونتفك منه ونتهنى منه، راك درتي فيه حفره. القرايه كتكون فوق بيرو فوق مكتب، ما كاينش ديال حكا. هاد الجيل ولا كيحفظ لينا حكا في الناموسيه ولا كيحفظ لينا في البيت ديالو، كيحفظ بيتك. كاين لكل مقام مقال ديال الجسم. ملي كيكون في السرير كيكون اوتوماتيكمون عاطي للدماغ اشارات انه في فتره راحه، وعمرك ما غادي تشد لا قرايه ولا دروس ولا هم يحزنون. هذه من جهه ديال حفظ فوق البيرو ديالو. الاضاءه مهمه بالنسبه للوليدات ديالنا، بيتو دائما يكون مشمش، بيتو دائما يكون داخل الضوء، لان ملي كيكون ظلام، ملي كيكون قله الضوء كيعطي انطباع للدماغ اننا في الليل وانها فتره راحه، ولو يقرا اللي يقرا حتى حاجه ما يشدها. وهذا الجيل ولا باغي العزله، وحذاري ثم حذاري ثم حذاري من العزله ديال الوليدات ديالك في فتره المراهقه. الا مشاو تتعزلوا عليك في فتره المراهقه فصدقيني انهم غادي ديكلونشاو اوتوماتيكمون على الوسط العائلي وعلى الوسط الاسري، وغادي يوليو غير ضيوف شرف عندك وغير جيرانك. حاولوا ان وليداتكم تخليوهم وسط العائله ديالكم، وسط الوسط العائلي ديالكم، وانهم فرد مهم في الاسره، وحضورهم مهم بالنسبه لكم نتوما كاباء وبالنسبه لكم نتوما كافراد اسره. حاجه اخرى، ما توصلوش لوليداتكم الطاقه السلبيه اللي كتعيشوها في النهار ديالكم، وحاولوا ما امكن انكم ديروا معاهم دونو. اعطيني نقط مزيانه ناخذ لك هذه، اعطيني نقط اللي عاليه غادي ناخذ لك هذه. ولكن الا مشيتي تجبتي نقط اللي نازله، راه ما كاين سفر، ما كاين خروج، ما كاينش نهائيا هذيك القضيه ديال الصيف غنمشي هنايا ونمشي لابيسين هنا والبحر هنايا، وهذوك الملهيات اللي للاسف شديد اليوم موجودين ومتوفرين قدام وليداتنا، وفي نفس الوقت ما تيديروا بهم حتى حاجه، او خلاوهم انهم يشوفوا في حياتهم الملهيات، وخلاوهم انهم يشوفوا في حياتهم الاشياء اللي زوينه، وخلاوهم انهم يشوفوا في حياتهم الاشياء
اللي كيف ما تنقولوا غير لي الوزير فقط. وهذا الشيء بسبب الهاتف النقال بكثره، لان في التليفون كيبينوا لنا غير الحوايج اللي زوينين فقط، ولكن ما كيبينوش لينا نهائيا ان وليداتنا خص باقا تبعهم مسؤوليه، باقين فتره بناء. ملي كنقول فتره بناء، فتره ديال بناء المستقبل ديالهم، وخاصهم يقراو. لبس نضالتك خاصهم يقراو. لبس نضالتك، لبس نضاله هكاك. ما كاينش عندي في الدار اللي يمشي حفيان بالمره. الحفا راه مدير بالنسبه للاولاد، بالاخص ملي كيكبروا كيلقاو مشاكل ديال وهما عرسان. دونك ردوا البال من هذه القضيه ديال الحفا مع الوليدات ديالكم. كيف ما قلت لكم وليداتنا ما نخليهمش انهم يشوفوا غير الوزير ولا اللعب فقط. خاصهم يعرفوا ان هاد الشهر اللي باقي عندهم اولا هاد شهرين ميم با عندهم فتره ديال الضغط، فتره اللي خصهم يجمعوا راسهم وينقضوا راسهم ويركزوا في قرايتهم. ما كاينش شي حاجه من غير القرايه بالمره. ما نخليوش وليداتنا بالمره انهم هما يفرضوا علينا الراي ديالهم. لا ما باغيش نقرا، لا حق عييت، لا تعبت، لا حتى هذاك باك اللي كيمشي كيخدم راه حتى هو تيعيا، حتى هذيك امك اللي في الدار حتى هي كتعيا من الشقه ومن تمارهم باش كتوجد لك هذاك الغدا وتصب لك داك حوايجك وقيمه بك. وبعض المرات كنقول لهم راه كل واحد في هذه الاسره كاين عنده دور وخصو يقوم به. هذه القضيه وصليها للوليدات ديالك، وصليها لافراد الاسره ديالك. حتى هذاك الولد اللي كتلقيه عنده 3 سنين 4 سنين عنده دور انه يجمع حويجاتو، يجمع الالعاب ديالو، يجمع سبابطو يحطهم في بلاصتو، يطوي حوايجو كيف في دارهم، كيف مشى ضيف عند الناس. يعني الشيء اللي كيخلي الوليد اوتونوم، اللي كيخلي البنيته تعول على راسها وكتخليها انها من صغرها كتحمل المسؤوليه ديال الحياه ديالها، وكتعرف راسها بانها راه عندها دور في الحياه، وليست فقط هذيك البنت اللي دلوله اولا هذاك الولد اللي مدلل واللي كيصلح فقط غير كيدير زوين كيوت ديال حقا يلا نخرجوا هنا ندوروا هنا. نخرجوا ندوروا ولكن بوقت بحدود، نتنفسوا ولكن بحدود. ولكن راه عندك واحد الدور ديالك اللي انت متبوع به واللي خاصك تأديه واللي خاصك تجمع راسك فيه، هي القرايه ديالك والدراسه ديالك والحفاظه ديالك. وما كاينش لا واش داروا بالقرايه، اش داروا المهم راه قراو، المهم راه وعاو، المهم راه تقفوا. كيتك انت اللي غادي يخليوك ديال حاشيه، ولا غادي يخليوك كيف ما تنقولوا مكلخ وما عارف حتى حاجه. الناس اللي سلبيين في المحيط ديالنا واللي كيقول لك لا القرايه ما بقاش فيها وحقا ما بقاش فيها، هادو نبعدوهم كل البعد على الوليدات ديالنا. لان كنتي كتبني وكتحاولي انك تشجعي، تحاولي انك توقفي، وكيجي واحد من العائله اولا وحده من العائله كيضرب لك كلشي في الزيرو. بحال هذاك النوع اللي بحال هذاك الانسان اللي كيبني لا بينا لا بينا لا بينا لا بينا وتاعب عليها، وهو كيجي حتى الاخر وكيجر لك واحد الياجوره وكيريب كلشي اولا كيعفط لك على هذاك القصر ديال الرمال اللي نتيا بنيتي على شط البحر انت والوليدات ديالك. دونك هنا في اتونسيون الاشياء اللي كندوزو الوليدات ديالنا والميساجات اللي كندوزو الوليدات ديالنا. حاجه اخرى بالنسبه لهاد الفتره ما كاينش نهائيا غنحفظها في التليفون. وقفي ليا عسكريه، وقفي ليا مرا ديال الزمان، وقفي ليا مرا قاده وديال الراقب. ولو يكون الوليد عنده 15 16 عام نوقف عند راسو ونشوف اشنو قرا في النهار ديالو ويروندي ليا في العشيه اشنو دار. هذه هي الاسرار اللي غادي تخلي ولدك ان شاء الله باذن الله ينجح بتفوق. وكنقول لك اعانك الله وكان الله في عونك. وما تقوليش في هذه الفتره بالمره راني عييت، قولي يلاه كي بديت وكان الله في عوننا وعونكم. ونتمنى دائما 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 اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم، ونتمنوا دائما اننا نكونوا طاقه ايجابيه ديالكم، ونتمنوا دائما اننا نقوموا بدورنا كامهات وكاباء مع وليداتنا، لانهم راه امانه في العاتق ديالنا وفي الرقبه ديالنا. وما تنساوش تربيتهم راه متعبه ومشقه، فنحاولوا اننا نديروا كيف ما تنقولوا هذوك اللحظات ديال المتعه مع الوليدات ديالنا، وفي نفس الوقت ندوزوا لهم دي ميساج اللي من خلالهم كيبنيو الشخصيه ديالهم. ما تقوليش لا ولدي ما كيسمعش مني ولا حقا راه ما دارش بكلامي ولا حقا هذا. والله العلي العظيم ثم والله العلي العظيم الوليدات سواء صغار سواء كبار، اي حاجه قلتيها لهم، اي حاجه دازت قدامهم كيكطيوها كيشدوها وكيحلوها في الدماغ ديالهم، وكيجي واحد الوقت وكيوظفوها وكيخدموا بها. فلهذا نكونوا طاقه ايجابيه للوليدات ديالنا، نكونوا حازمين مع الوليدات ديالنا، نكونوا في هذه الفتره ديال ما نخليوش وليداتنا يتهاونوا ولا يتكاسلوا ولا يطرخاو. نحاولوا اننا نوقفوهم، نخرجوهم لضوء الشمس، نخرجوهم للطبيعه اللي يدفوا فيها ويتنفسوا فيها، ولكن مع نفس الوقت انهم يحفظوا ويراجعوا. الله 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 جاني الضوء الماء. الله 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 الله
لا 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 جاتني الورقه ديال ضوء الماء. الله لا 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 الله لا 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 لا. وعلى فكره البيوت يطفى فيهم الضوء ويخرجوا يتمتعوا بالشمس ديال سي داربي ويستافدوا من فيتامين دي. سيروا خلينا نشوف الورقه ديال ضوء الماء. بقى لي نودعكم الى اللقاء.